ايه اللي بيحصل في الشرق الاوسط؟ ايه اللي بيحصل في منطقتنا؟ ايه اللي بيحصل في الدول العربيه؟ وايه اللي بيحصل في تركيا؟ هو في ايه؟ ليه ده كله بيحصل مره واحده؟ وليه بالقسوه والعنف ده قوي؟ ليه مش عايزين ننطق نقول الكلام بالتصريح بتاعه، لكن ليه ده كله بيحصل في التوقيت ده وبشغل جامد جدا وعدد الضحايا كتير قوي؟ ايه اللي بيتم؟ هقول لحضرتك. انا قلت لك قبل كده في فيديوهات وراجعها، خش على القناه وهتلاقي الفيديوهات بتاعتي راجعها، او على التيك توك برضه هتلاقي الفيديوهات موجوده. انا بقول لحضرتك اوعى تفصل بين اللي بيحصل في اليمن واللي بيحصل في الشمال فوق في الشام واللي بيحصل في روسيا واوكرانيا، كلها واحده. هما غرزوا رجل روسيا، عرفوا يستقطبوا ويغرزوا روسيا في المستنقع بتاع اوكرانيا. وسيب وانا سيب، انا مش هتكلم في دي دلوقتي، نخليها لحلقه تانية. سيب وانا سيب، هسيب لك دي وانت سيب لي دي. ليه؟ اليمن بتشتغل ازاي؟ الحوثيين بيشتغلوا ازاي؟ بيشتغلوا عن طريق حاجتين، بيشتغل اما عن طريق ايران وعن طريق روسيا. ازاي؟ اسلحه روسيه بتيجي عن طريق ايران، والطيارات المسيره طبعا ايران متطوره جدا فيها بتاعتها، وصواريخ باليستيه برضو متطوره، وبقيه السلاح بيجيبوه من روسيا، يجيبوه عن طريق مضيق هرمز يخش على عدن ويطلع على الحوثيين. طب عايزين بقى الاحداثيات بتاعت الصواريخ الباليستيه، مين بيديها لهم؟ اللي بيديها لهم روسيا. اذا سيب انت في اوكرانيا، احنا هنسيب لك اللي في اوكرانيا وانت تسيب لنا اللي في اليمن. كده ممكن اليمن، ممكن روسيا تتخلى عن اليمن. ممكن قوي. ما هي الدول دي شغاله على مصلحتي، اديني مصلحتي وادي لك مصلحتك، هي كلها شغل منافع. ازاي ان انا اعرف اكسب؟ يعني ممكن بس اذا كانت المصلحه هنا مصلحه جزئيه وهتتعارض مع روسيا، فتقول لك لا انا مش هعمل كده. طب ليه امريكا بتضرب دلوقتي؟ ما كانوا بيضربوا من سنه ونص، وكانت السعوديه كانت بتضرب ووقفوهم ومنعوهم، وهم اللي غزوا وكبروا وخلوا الحوثيين يبقوا بالشكل ده كده. يعني الدول العربيه لما عملت تحالف بقياده السعوديه والامارات على انهم يضربوا الحوثيين عشان بيضربوا المصالح بتاعتهم وبيضربوا في ارضهم، وكانوا خلاص يكتسحوا ويصفوا الناس دي خالص، امريكا اعترضت وقالت لا، مع انها مدرجه على قوائم الف ر ه الف ب الهباب كويس، وهم مدرجينهم، لكن درجينهم عشان يطلعوا الورقه دي وقت ما يحبوا. امتى؟ دلوقتي. كان ايام بايدن يضربوا ضرب خفيف ما اكتسوهمش، لكن دلوقتي علشان حاجه. ايه هي بقى؟ انا قلت قبل كده في الفيديوهات، وراجعوها في الفيديوهات عندي، سواء هتراجعها في قناه اليوتيوب او في التيك توك هتلاقي الكلام ده، ان انا قلت ان امريكا عايزه هي والغرب ان هم يمسكوا المضايق او الممرات المائيه. ليه؟ اللي يملك الممرات المائيه ملك الحرب. الحرب دلوقتي الامريكان مع مين؟ مع الاوروبيين، وانت هتستغرب من الكلام ده، مع روسيا وانت هتستغرب من الكلام ده، ومع الصين مش هتستغرب. طب ليه روسيا بقول هتستغرب؟ لان الراجل بيحط ايده في ايد بوتين دلوقتي، وبيعملوا مصالحه مع بعض واتفاق على تقسيم العالم، وازاي انت تاخد ايه وانا اخد ايه، وتسيب لي واسيب لك وكده. لكن الامريكان ما لهمش امان. الامريكان ما لهمش امان. احنا كنا مفكرين ان ابو حنان ده جعجاع وصوت عالي وما بيفهمش في السياسه. لا 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 لا. الراجل ده معاه مستشارين وراجل فاهم هو بيعمل ايه. فيقوم لما يمسك مضيق باب المندب، هيمنع الصين من المرور منه، وبالتالي من قناة السويس، وبالتالي تطلع على أوروبا. يبقى قطع الطريق كده على إيه؟ قطع الطريق الصين إنها تخش في منطقة الشرق الأوسط. طيب أوروبا بقى أنا بضغط عليهم. أنا خلاص أبو حنان قال إنه هيطلع من الناتو، والأوروبيين بيصوتوا وبيلطموا، وفرض عليهم ضرائب 25%. ودولة زي فرنسا قالت لك خلاص، أو ألمانيا، أنا هاخد منين؟ هناخد من الصين المنتجات اللي بناخدها من مين؟ من أمريكا بسعر أرخص، أنا يهمني المواطن بتاعي. فهو قطع الطريق عليها. يبقى قطع الطريق على ده، وقطع الطريق على أوروبا إنها تخش. هم حبايب لكن في المصلحة أكل أنا الأول. يبقى كده قطع الطريق على ده. طيب اللي بيحصل بقى في
اخواتنا اللي جنبنا. وليه رجع دلوقتي بن غفير، مش غفير، بن غفير، والراجل ده عراب عملية التهجير، عايز يهجر الفلسطينيين بأي طريقة بأي وسيلة. احنا سمعنا ان في 75 واحد من كتر القسوة الضرب اللي بيحصل هم دخلوا محور نستريم تاني، وبالقسوة وبالقوة هيطلعوا كل اللي هناك يرجعوهم تاني للجنوب. وسمعنا بنت 19 سنة بتقول انا عايز احوش علشان اهاجر، انا هقعد هنا اعمل ايه؟ فهو كده في تهجير قاف سين ر ي. انتوا فاهمين؟ ناس طلعت على اوروبا وسابوا بلدهم من القسوة، معلش اعذروهم، احنا يعني ربنا عافينا عشان قاعدين في بلادنا امنين مش حاسين بالناس دي. لكن الناس دي بصراحة بتخلص وهم بيضغطوا على حركة حسام. وحركة حسام بتقول انا، هم عايزين ايه؟ عايزين الأسرى كلهم يخرجوا، ولما يخرجوا الأسرى امك في العش ولا طارت، نلغي اتفاق اللي احنا كنا عاملينه. كويس؟ يبقى هم دول، ده جاب الحكومة تاني اللي تمشي مصلحته دي في حاجة. الحاجة التانية انا ما كنتش عايز اتكلم فيها دلوقتي بس هاخدها في سطر كده، اللي هي عملية الموازنة، عايزين يمرروا الموازنة. وطبعا بن غفير وحزبه مش موجود، يبقى مش هتمشي، يبقى ايه؟ نمشي الموازنة، نجي نرجعه تاني ونحقق له طلباته اللي هو عايزها وهتمشي الحكاية. يبقى هو دلوقتي فيه فوق. فمصر قالت لو حصل تهجير عندنا في سينا معناها الحرب وما فيش هزار، هي حرب يعني حرب. وطلع طبعا أسلحة، وطلع تشويش على الأجهزة الإلكترونية بتاعتهم بحيث إن يخلي عدم الاتصال، ويبقى كده يقدر إن هو إيه يعني، ده نوع من السلاح مش عايز أتكلم فيه كتير. فالمهم إن كده ممكن مصر تخش تنجر الحرب. طيب مصر لو انجرت الحرب بتجيب سلاح منين؟ ممكن بتجيب من كوريا الشماليه، بتجيب الباليستي، وبتجيب جابت التكنولوجيا بتاعت مش عايز اتكلم فيها بلاش. وبتجيب من الصين. يبقى الصين هتيجي عن طريق ايه؟ عن طريق باب المندب. يبقى نقفل باب المندب على المصريين كمان. فهمتوا؟ هم هيموتوا نفسهم. طيب ليه دلوقتي؟ ليه ما خلصش ايام بايدن؟ لان هو عايز في التوقيت اللي هو محتاج له. انا هعمل تهجير من فوق وهقطع الامداد من هنا، واخد بالك، هقف الحنفيه من هنا. مين اللي بينفعوهم بقى في الوقت ده؟ كل ما هو اسلامي بيحمل سلاح. الجماعات دي ما جاتش غير بالخراب على الدول العربيه. حركه حسام ما فادتش منطقتها من 2007. قولوا لي كسبوا شبر؟ حافظوا على اللي معاهم؟ حافظوا على ارواح الناس؟ عندهم ارواح الناس عادي. انت بتقتل فيران ولا صراصير عادي، الناس دي ما تتحسبش ويقول لك احنا كسبنا. حركه حسام نفعت حزب الله، نفع لبنان، عمل تنميه في لبنان، حافظ على ارضه. وادي الحوثيين هيجيبوا لنا الامريكان، والامريكان انا بقول لك اهو مش هيقضوا على الحوثيين. مش حكايه ان هم مش يقدروا، لا يقدروا، لا يقدروا عليهم. لكن هم مش عايزين يخلصوا عليهم، زي ما هم ما مرضوش يخلصوا على طالبان، ومرضوش يخلصوا على الحركة الصومال اللي موجودة في الصومال. هم بيسيبوا لنا دي بؤر علشان البؤر دي تستدعيهم فيما بعد، مش هي اللي تستدعيهم. تعمل حركة نص كم يقوم جاي الامريكان ويقول لك انا قاعد. فالامريكان هيقعدوا في منطقة الشرق الاوسط، هيقعدوا في باب المندب، لان دوت بايديهم واسنانهم. هم كانوا عايزين قناة السويس تتأجر، تدهنا إدارة، تدهنا أي حاجة، المهم إن إحنا ناخد قناة السويس وباب المندب نبقى ملكنا العالم. وهو مسك هناك من قناة بنما، خلاص ما فيش وجود للصين فيها. كانوا بيديروها، قال لك لا ما تديرش ولا تدير مواني ولا تدير أي حاجة، الصين تخلع من هناك. معنى كده هو عايز يقطع رجل الصين من أي حتة ويملك كل المواني. هو ملك بنما بالاتفاق لما ضغط عليها وملكها. والقاهرة لا، هو مش هيقدر عليها، مش هيقدر على قناة السويس. يعمل ايه؟ نمشي الفلسطينيين وناخد نستريم
لغايه نستريم كده النص اللي هو الشمال ده، ونعمل ايه قناه بن جوريون علشان نمشي احنا من هناك ونمنعهم ان هم يمشوا من هنا، وكفايه علينا اللي هو ايه باب المندب. فهمتوا الحكايه ماشيه ازاي؟ وصلت لغايه هنا. ما تنسانيش بالاشتراك، انا بقى الاشتراكات عندي ضعيفه جدا، يعني فين وفين لما واحد بيشترك. ارجوكوا القناه لسه جديده، فانا بطلب منك طلب بسيط، اعمل اشتراك. هتعمل اشتراك ازاي؟ عشان القناه لسه جديده ولسه صغيره، فانت بتخش تدوس على علامه الاشتراك اللي هي في الفيديو السوداء، وهتقول لك دخل الايميل، تدخل الايميل، وهتطلب منك الباسورد، تدخل الباسورد، هترجع تاني للفيديو هتلاقيه تم الاشتراك. لو قال لك كده تم كلمه الاشتراك كده يبقى خلاص. تخش على الفيديو هتلاقي فوق مكتوب فوق في الفيديو من فوق فتح التطبيق، تفتح التطبيق تحط لي كومنت تحت، تبقى انت كده عملت كومنت وعملت اشتراك في القناه. وشير، شير علي الناس تصحى والناس تفوق والناس تعرف وتفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. احنا شايفين بعينينا في ضرب هنا وضرب هنا، لكن مش عارفين ان الخطر عندنا احنا في مصر. المصيبه كلها عندنا احنا، خطر عندنا احنا في مصر هنا. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.